كابتن حسام حسن بيحب إثارة الجدل. تغييرة مصطفى محمد في آخر 5 دقايق دي كلنا نعلم تماما إمكانيات مصطفى محمد الفنية والبدنية، لكن تغييرة أسامة فيصل مكان عمر مرموش اللي بنتمنى له كل السلامة، إن هو الراجل ده بيهين نفسه شوية في الضغط. يعني أسامة فيصل امبارح قدم واحدة من أجمل مبارياته مع منتخب مصر، فأنت هنا بتعتمد على الضغط بس وأنت عايز تبقى معاك مهاجم بيدافع وبينزل تحت الكورة، ولا أنت عايز معاك مهاجم يكون بيفنش صح، بيجيب جوان، يقدر ان هو يخطف من نص فرصه؟ كلنا نعلم تماما امكانيات مصطفى محمد، ونعلم تماما كابتن حسام حسن ليه منزل مصطفى محمد في اخر 5 دقايق وبيعتبره كمان المهاجم الثالث. اتمنى من كابتن حسام حسن لو مش هيعتمد على مصطفى محمد يخليه في فرنسا، ما جيبهوش انا بقى في التوقف الدولي انزله او اهبطه. كابتن حسام حسن لحد الان ما قابلش منتخب قوي، ما قابلش مغرب، ما قابلش نيجيريا، ما قابلش كاميرون، ما قابلش فريق بيعرف يلعب كوره حقيقيه. انت لحد النهارده بتلاعب اثيوبيا، بتلاعب الكونغو، بتلاعب بوركينا فاسو. احنا محتاجين كابتن حسام حسن بس يظبط التوليفه، ما يخليش في مشاكل في الفرقه. زيزو امبارح نزل لعب 5 دقايق، هو عمل واحده بس اوفر لمصطفى محمد ونزل، يعني انقذ فرصه كانت مهمه جدا داخل ال 18. الشوطه دي لو كانت راحت كانت هدف. فاحنا فريقنا فيه امكانيات وعناصر جيده جدا، ونتمنى توليفه جيده من كابتن حسام حسن، وبنتمنى له كل التوفيق فيما هو قادم.